السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير. الفيديو اللي فات كان عن ازاي نشتري يميش رمضان الجزء الأول، واتكلمنا فيه عن المكسرات زي البندق والفستق واللوز والجوز اللي هو عين الجمل، وكمان الفول السوداني، وازاي نشتري مكسرات سليمة خالية من سموم الأفلاتوكسين الشهيرة، وازاي نحافظ عليها وعلى صلاحيتها وعلى قيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة. الفيديو كان مفيد جدا، وكان فيه كمية معلومات كتيرة ومهمة كتيرة جدا. هسيب لكم إن شاء الله رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو، شوفوه بعد ما تشوفوا الفيديو ده. أما فيديو النهاردة إن شاء الله فنتكلم عن الجزء التاني من يميش رمضان، وهي الفاكهة المجففة زي التين المجفف والمشمشية والقراصية والزبيب، وطبعا التمر. تجفيف الفاكهة معناه نزع المحتوى المائي اللي فيها، والغرض من كده هو الحفاظ عليها وعلى فترة صلاحيتها لأطول فترة ممكنة بره التلاجة. الفاكهة المجففة غنية بالألياف اللي بتساعد على سلامة الأمعاء والجهاز الهضمي، وكمان بتساعد في علاج حالات الإمساك. الفاكهة المجففة كمان غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية زي الكالسيوم والفوسفور والحديد، ولكن تجفيف الفاكهة بيفقدها جزء كبير من فيتامين سي الموجود فيها. في مادة اسمها ثاني أكسيد الكبريت، المادة دي بيستخدموها كمادة حافظة للفاكهة المجففة عشان تحافظ عليها وعلى صلاحيتها لأطول فترة ممكنة. المادة دي كمان بتكسب الفاكهة المجففة لون لامع وجذاب، بس المادة دي بتفسد محتوى الفاكهة المجففة من فيتامين بي، وكمان ممكن تسبب حساسية واضطرابات في الجهاز الهضمي. لذلك لما تيجي تشتري فاكهة مجففة ابعد عن الفاكهة البراقة واللامعة، وكمان قبل ما تاكلها اغسلها واشطفها كويس بالمية عشان تتخلص من ثاني أكسيد الكبريت الموجود فيها. الفاكهة المجففة فيها نسبة عالية من الفركتوز أو سكر الفاكهة، وكمان فيها سعرات حرارية عالية. لأن الفاكهة المجففة حجمها صغير ممكن ناكل كميات كبيرة منها ومنحسش بالشبع، وبالتالي الإفراط في تناولها ممكن يؤدي إلى السمنة أو البدانة. في أنواع كمان من الفاكهة المجففة بتكون محلاة أو مغطاة بالسكر، هيبقى فركتوز زائد سكر كمان زيادة أو سكر صناعي، بالتالي هتكون نسبة السكر فيها عالية جدا. لو أفرطنا في تناول دي بالذات هتعمل مشاكل في سكر الدم. لو اشترينا كميات كبيرة من الفاكهة المجففة وتعرضت لظروف سوء تخزين زي مثلا الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة، ده ممكن يؤدي إلى نمو فطر أسبرجيلاس فليفس اللي بدوره ممكن يفرز سموم الأفلاتوكسين اللي زي ما قلنا عليها إنها بتعمل سرطان في الكبد، عافانا الله وإياكم. الفواكه المجففة كمان بتحتوي على حمض الفيتك أو الفيتك أسيد. حمض الفيتك ده موجود في البقوليات والمكسرات، وده بيمنع الجسم من امتصاص بعض المعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد والفوسفور وكمان النحاس. ومن لطف ربنا إن الفيتك أسيد ده بيدوب في المية، وبالتالي لو نقعنا المكسرات أو الفاكهة المجففة أو البقوليات أو أي نباتات بتحتوي على الفيتك أسيد ده لفترة في المية هيدوب وهيقل جدا محتوى الفيتك أسيد الموجود فيها. خلاصة الكلام إن الفاكهة المجففة لها جوانب مفيدة زي إنها غنية بالألياف، وده مهم جدا لسلامة الجهاز الهضمي، وكمان فيها مجموعة كويسة جدا من الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة والضرورية للجسم، ولكن في نفس الوقت فيها نسبة عالية من السكر، وكمان فيها مواد حافظة، بمعنى إنه يجب الاعتدال في تناول الفواكه المجففة وعدم الإفراط فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. شهر رمضان أصلا هو شهر طاعة وعبادة، مش شهر إسراف وتبذير. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير، وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.